بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهارده معانا خبر حلو للنادي الأهلي، خبر الكابتن محمد صلاح ومقطعين فيديوهين هنرد عليهم هيورونا توجه العام لقناة 10 وإن قد إيه إن هي بتكره النادي الأهلي. إن شاء الله عندنا يوم 15/9 مباراة النادي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي، وإن شاء الله هتذاع على القناة السعودية السادسة، وهيذاعها كابتن عصام الشوال. إن شاء الله نتمنى جمهور النادي الأهلي من الاستاد كله، إن شاء الله نتمنى الفوز من النادي الأهلي. كما تأكد أيضا غياب الثلاثي عمرو السولية وياسر إبراهيم ومحمود متولي عن اللقاء، مش هيكونوا متواجدين معانا في لقاء السوبر. إن شاء الله بعد اللقاء يكونوا تم شفائهم وجاهزيتهم ويكونوا مع الأهلي إن شاء الله في الفترة اللي بعد كده. نيجي لخبرنا التاني إن الكابتن محمد صلاح اختار إن هو يفضل في ليفربول ويفضل في الدوري الإنجليزي. طبعا ما جريش ورا المال وما جريش ورا العقود السعودية، واختار إن هو لهدفه إن هو اللي عايز يوصل ليه ان هو يوصل احسن لاعب في العالم. طبعا الاتحاد الدولي الجائزه دي ما بيحصلش عليها لما يكون لاعب بيكون في الدوريات الخمسه الاوروبيه الكبار، ومنهم طبعا الدوري الانجليزي. ان شاء الله يا محمد، ان شاء الله السنه دي او السنه الجايه بالكتير هتبقى احسن لاعب في العالم. دلوقتي نيجي لمقاطعنا، ومعانا اول مقطعين للكابتن محمود ابو الدهب. المقطع الاولاني هنشوف فيه توجه قناه 10 وقد ايه كرهها وحرصها ان النادي الاهلي يفشل. هنشوف اول مقطع للكابتن محمود ابو غصبا عنك. ما كنتش عاوز اسافر. ليه؟ لا، عاوز ابقى موجود، لان انا كنت نفسي، لان هولمان قال لي انا شايف لك ان انت حته احسن من النمسا او ترول. ففوجئت بهجوم شديد عليا في الجمهوريه ماسكني يوميا. ازاي ترفض عقد زي كده، وازاي ده رقم وده وكذا ولازم تروح ولازم تمشي بالاتفاق مع حد كان موجود في الجهاز. ماشي. فانا يمكن انا اشتكيت للكابتن حسن حمد الله يمسيه بالخير، قلت له يا كابتن انا مش عاوز امشي. انا عاوز ابقى موجود في النادي الاهلي. هولمان نفسه قال لي ما تمشيش، كان رافض. حسن حمدي قال لك ايه ساعتها؟ قال لي لا، قال لي لما يجي الكابتن صالح، كان ساعتها في انجلترا عندنا اجتماع، لو عاوز تمشي امشي، مش عاوز تمشي ده بيتك وانت تقعد. فانا كنت فعلا رافض ان انا ابقى موجود. حتى اتضغط عليا بشكل غريب ان محمود ابو الدهب خلاص غير مرغوب فيه من الشخص ده. يعني كان في حد عايز يطفشك من الاهلي؟ عايز يمشيني. يعني في حد كان عاوز يمشيني عشان هو كان جايب حد تاني يلعب عليا، وانا ما اديتوش الفرصه انه يلعب عليا. لان انا في الفتره دي دوست. مين بقى اللي كان جه؟ كمونه. سمير كمونه. سمير كمونه جه النادي الاهلي، بس هو كان في حد طبعا ما اعرفش، الله اعلم. انا كنت حاسس ان في حد اني خلاص عايز محمود ابو الدهب، فده كان بيتحملك ان انت تتمرن اكتر ما بتتمرن يا اسلام. فبالتالي خدت قرار انك انت تحترف او توافق على عرض الاحتراف. لا، اللي عرض الاحتراف ده جالي انا ما اعرفش، هو كان جاي لهشام حنفي اصلا، اللي هو تيرون. طبعا. فانا قلت له لا، يعني حتى بيكلمني كان ساعتها الحاج محمد ابو وهاب راح متصل بيا قال لي في نادي في النمسا عاوزك. قلت له لا، انا مش عاوز. طبعا احنا سمعنا ان الكابتن محمود ابو الدهب عاش في دور البراءه، وان واحد من داخل النادي الاهلي هو اللي اجبره على ان هو يحترف في النمسا، وقد ايه ان هو كان مصر ان هو يمشيه، وبيحاول يوصل لنا ان النادي الاهلي عزبه زي العزب التانيه اللي احنا عارفينها. بس هو الكلام دوت ما فيهوش في النادي الاهلي خالص. واحسن واحد هيرد على الكلام محمود ابو الدهب هو محمود ابو الدهب نفسه. هسمعكم مقطع مع ابراهيم فايق هو بيرد على نفسه، نسمع معاه. قعدتش او اقتنعت الا لما قعدت مع الله يرحمه كابتن صالح سليم. والله. فلقيت الكابتن صالح سليم كان عندهم اجتماع مجلس اداره، فانا داخل بقول لي انت رافض ليه؟ قلت له يا كابتن انا مش عارف حاجه. فبيقول لي ازاي؟ قلت له، فهو اول حاجه قالها يا كابتن الله يرحمه ويسامحه يعني، قال له انا رئيس النادي الاهلي اللي يتفاوض معايا رئيس النادي ترول النمساوي. ما هو اللي كان بيجي ناس اصحاب من النمسا. مظبوط صحيح. فالساعه 8 الصبح كانوا موجودين يا كابتن. يا كابتن كانوا موجودين على الترابيزه، لقيتهم نائب رئيس النادي بصفته وشخصه كان موجود. لقيته بيتفاوض مع كابتن صالح. ما سابش يا كابتن حاجه للظروف الله يرحمه. احنا عندنا العقد في مصر بيتكتب 3 بنود. نعم.
العقد بتاعي يا كابتن 44 بند. يا نهار ابيض. فيمكن انا لما قعدت معاه الراجل كابتن صالح الله يرحمه، فقال لي بص الدوري النمساوي قوي، خده محطه ان انت تلعب في اوروبا، ما تسمعش كلام حد يقول لك ان الدوري النمساوي ضعيف، ما فيش لانه دوري. احترف في النمسا. طبعا كان في نادي اسمه شتورم جراتسو على فكره، لحد لما انا رحت كان بيرددوا اسمه كتير جدا الله يرحمه. فقال لي ان الدوري النمساوي ده خده محطه يا محمود ان انت تلعب في حته كويسه يعني. بس انت ما بص يا ابراهيم خدت محطه ورجعت تاني. ما لازم ارجع. ليه؟ لا بص، الاهلي طلبني في الفتره دي بامانه، وقال لي ان احنا عايزينك. ايه رايكم لما سمعت محمود ابو الدهب وهو بيرد على نفسه؟ طبعا هو الكابتن محمود ابو الدهب حاول يعيشنا ان كان فريق نمساوي كان جاي ياخد هشام حنفي، وطبعا ما رضوش بهشام حنفي، فقالوا له لا خد محمود ابو الدهب، يعني بقى لها نادي ياخد سوسو، ودي حاجه طبعا مش موجوده ولا في الفرق الاوروبيه ولا في داخل النادي الاهلي، وحاول يودينا في سكه تانيه خالص. وطلع محمود اهوت في الفيديو التاني، وانتوا سمعتوا محمود نفسه هو اللي بيقول مع ابراهيم فايق ان هو اللي كان سعيد لما العقد جاله، بس هو كان قلق شويه لما حد قال له ان الدوري النمساوي ضعيف. بس لما قعد مع كابتن صلاح سليم الله يرحمه هو اللي قال له خد محطه وكمل، يعني الراجل كان رايح بموافقته وبرضاه وكل حاجه كده. من هنا بس نعرف ان قناه تن نفسها موجهه لهدف معين، موجهه لهدف افشال النادي الاهلي. طبعا هي نقدر نقول من المرحله ديت ان بقت قناه الزمالك الثانيه او تبع قناه الزمالك بنفس كلامها وبنفس حكايتها، واذا كنت انت عايز توصل في قناه تن تقول اللي هم عايزينه مش اللي انت عايزه. دلوقتي معانا مقطع للاستاذ بليغ وعيد والصحفي الخضري، هم حاولوا ان هو يشيلوا كل مشاكل نادي الزمالك يشيلوها للدوله، وحاولوا وتناسوا فعلا مين كان المشكله ان نادي الزمالك يبقى بالحاله دي دلوقتي. نسمع استاذ بليغ وعيد ونرجع لبعض تاني. زي فيتوريا برضه انه يسيبوهم يقصد لعيبه بيراميدز، لعيبه الاهلي يا راجل. لكن الاهلي مش من حقه يدخل ويسيب اللعيبه تلعب زي انصاف. النهارده الراجل كان حاسم، قال لك انا لو اتكلمت مع حد واللعيبه انا اللي حدد امتى يجوا وامتى يمشي. فانا الصراحه النهارده مش عشان الاهلي، مبسوط ان هو في موقف، يعني في موقف في النهار نتمنى انه نبني عليه ويبقى الفتره الجايه هو اللي هي السيستم اللي يمشي في المنتخب. ده كتير قوي كتير قوي قوي يعني، سله طايره يد. وبعدين ما فيش فلوس فعلا، يعني النادي فعلا ما فيهوش فلوس. يعني هو مش فيه مخبيينها مدكنينها يعني. هو كابتن حماده النهارده عبد الباري بيقول لي جبنا 2 مليون جنيه من فم الاسد، قال كده باللفظ من فم الاسد، وراح فاكر نفسه بقى ايه مع 2 مليون جنيه هيدفعهم. لا هو في تعنت طبعا يا راجل، ده مدينهم 10 طب انتوا قاعدين 100 سنه ما انت عارف المعلومه دي 10 كارنيهات الاتحاد اللي مختارهم حتى. ده كلام يعني في قوام مثلا للفرقه، فانت قررت تدي 10 كارنيهات. خلي حضرتك بس، يعني انت بتدي قانونيه 10 يلعبوا ماشي، حتى ما اديتش للنادي والمدير الفني احقيه يختار ال10. طب انا بالنسبه لاتحاد اليد، هو دلوقتي مش اتحاد اليد، هو مش مجلس اتحاد اليد، هو لجنه اتحاد اليد، لانه الاتحاد الوحيد اللي واخد استثناء من الانتخابات. صحيح، معلومه هو معين صحيح. انت مجلس معين، يعني انت الوحيد اللي جايب استثناءات. يعني انت مش يعني انت مش انت قوي، يعني انت اصلا مش شرعي يعني. انت راجل جايب باستثناء. انت قاعد ليك اديك داخل على الدوره كامله مستثنى. فما تجيش النهارده انت في نادي بيقول لك انا معايا ظرف ودفع فلوس واثبت حسن النيه وما عندوش مشكله يديك شيك اجل وانت تقول لك لا ده ظرف مفيش، ومشاكل وانتخابات ولجنه ومليون حاجه في بعض. وده الزمالك، يعني ده الزمالك مش مركز شباب. انتوا بتعملوا كده ليه؟ يعني زي ما قلنا برضو قبل ما نطلع، لو قفل هتبسطوا نقفله، يعني نقفله لو هتبسطوا. ليه التعنت يا سيدي؟ ولو الزمالك خسر البطولات يروح الزمالك. الزمالك المنتخب قال لك ما اشتركش خالص. لا الحاجه الثانيه، طب ده لعيبه الاهلي والزمالك هم المنتخب. لا ليه التعنت في الالعاب دي كلها؟ لما يقول لك انت المبلغ هديك منه 2 مليون والدنيا تمشي، لا معهوش غيرهم. حسن النيه اثبت حسن النيه وبدا يسدد. يعني الزمالك اثبت حسن النيه، يعني زي الضرايب ولا اي حاجه بنتعامل معاها يقول لك اثبت لي حسن النيه، بس اثبت حسن النيه جدوله اسمها جدوله، وقال لك ابدا اشتغل. هي اسمها جدوله، بنجدول دي مع دي. وفي نفس الوقت لا ده الزمالك لازم، وانت بتتكلم تعرف ان ده الزمالك، وانت بتحاسب تعرف ده الزمالك، وانت بتقول لي هديك 10 كارنيهات ده الزمالك. يعني انت هتتبسط اما لعبه اليد اللي هو الزمالك يعني بشهاده الاهلاويه افضل نادي. يظهر ان الجماعه الصحفيين وكانوا زي ما بيسموهم كده هزاز الرؤوس، والاستاذ بليغ ابو عيد نسيوا كان مين سبب كوارث ومشاكل نادي الزمالك.
طبعا احنا كلنا عارفين ومصر كلها عارفه كان مين سبب من مشاكل نادي الزمالك، ان هم بيحاولوا دلوقتي يشيلوها للدوله ويحاولوا يشيلوها للاتحادات، ان مشاكل نادي الزمالك يعني هم السبب فيها، ونسيوا ان مين خلى لاعب طايره ياخد 5 و7 مليون جنيه في السنه، رغم ان كل جوائز فريق الطايره ما بتوصلش مليون ولا 2 مليون جنيه. ونسيوا ازاي مبالغ كرة اليد وازاي كرة السلة، والناس نسيوا كل دوت، نسيوا مين رفع العقود، ونسيوا ان لاعب كرة السلة يوصل عقده ل5 مليون جنيه، رغم ان جايزة برضه اتحادات السلة دوري او كاس ما بتوصلش كلها من مليون ولا 2 مليون جنيه. فلما لعيب واحد ياخد 5 مليون بقية اللعبة هتصرف منين؟ لك الله يا زمالك. وكده خلصت اخبارنا النهارده، متنسوش اللايك والمتابعه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتنا. بس كده خلاص، سلام.